اهلا بيكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. النهارده جايين نقول لكم ليه راموس اختار القميص رقم 93 مع مونتيري المكسيكي. راموس طبعا انتقل لمونتيري المكسيكي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع اشبيلية الاسباني، والراجل راح واختار رقم غريب رقم 93. خلينا نقول ان سبب اختيار راموس لرقم 93 هو نفسه اكد وقال ان اختياره تكريما لريال مدريد. طيب ازاي تكريما لريال مدريد؟ الدقيقه 93 هي الدقيقه اللي راموس سجل فيها هدف التعادل قدام اتلتيكو مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا 2014، العشره الغاليه لريال مدريد. قبل البطوله ديت ريال مدريد ما كانش خد البطوله من 2002. من 2002 ما كانش خد البطولة، رجع في 2014 خد الشامبيونز ليج دوري الأبطال العاشر في تاريخه بفضل رأسية راموس اللي جت في الدقيقة 93. ده كان هدف التعادل، هدف تعادل غالي في وقت خلاص الملعب كله والإعلام كله بيجهز عناوينه للإعلان عن تتويج أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة 93 تيجي رأسية راموس الرهيبة بهدف التعادل ريال مدريد. وفي الوقت الإضافي ريال مدريد قدر إن هو يسجل 3 أهداف تانية ويكسب 4-1 بفضل رأسية راموس. ولذلك راموس خلد الهدف الغالي والثمين ده في تاريخه وفي تاريخ ريال مدريد بإن هو يرددي تيشيرت رقم 93 مع مونتيري المكسيكي. ده الفيديو بتاع النهاردة، نشوفكم في فيديو جديد وصباحكم مساءكم زي الفل.